أما قصة عبرة بصحيح. من 2008 جوجل كروم كان ولا يزال المصدر الرئيسي لجوجل علشان تجمع بياناتك وبياناتي وبياناتنا كلنا، وده ليه؟ صح، علشان تستهدفنا بإعلانات مناسبة للي محتاجينه أو بندور عليه. والحقيقة الموضوع ده مزعل وقالق مين؟ أكيد مش إحنا، يعني الموضوع ده مزعل وقالق الحكومة الأمريكية نفسها. فرفعت الحكومة الأمريكية قضية ضد جوجل لأن جوجل على كلامهم بتحتكر سوق البحث على الإنترنت بشكل غير قانوني، وجوجل خسرت القضية دي. فوزارة العدل الأمريكية طلبت من جوجل إنها تتخلى عن متصفح كروم اللي عامل لها مشاكل ده. طيب حد يقول لي طب وإحنا مالنا؟ ما تخلينا في موضوع ياسمين اللي بتخلي الحجر يلين، اللي اكتشفوا إنها راجل مش بنت أصلا، واللي النت كله مقلوب عليها. قصدي عليه، قصدي على المهم يا صديقي العزيز، في خناقه بتدور في الكوكب ده عليك انت اهم بكتير جدا من الاخبار العبيطه دي. هقول لك عليها دلوقتي. في شركه اتكلمت عنها من فتره وقعدت اشكر فيها، اسمها ايه بقى؟ اسمها بيربلكستي. الشركه دي عامله نموذج ذكاء اصطناعي مجاني زي شات جي بي تي، ودلوقتي خليته بفلوس للاسف. بس مش هو ده المهم. المهم ان الشركه عملت متصفح جديد مدعوم بالذكاء الاصطناعي زي كوبايلوت كده اسمه كوميت. الشركة دي أول عن آخر قيمتها السوقية حوالي من 14 ل 18 مليار دولار. قوم الشركة دي أول ما تشطح تنطح، وعرضت على جوجل نفسها إنها عايزة تشتري جوجل كروم بكام بقى؟ ب 34 مليار دولار مرة واحدة، وده أكبر من ضعف قيمتها السوقية أصلا. الحقيقة الموضوع ده لخبط دماغي أنا شخصيا، وخلاني أتأكد إن الخناقة اللي الناس بتدفع فيها مليارات دي هي في الأساس حوالين بياناتي وبيانات سيادتك. الحروب في الوقت الحالي هي حروب بيانات، حروب معلومات، حروب ميديا. انت من وجهة نظرك هل جوجل هتوافق تبيع جوجل كروم للشركة دي او لأي شركة تاني ولا لا؟ مستني رأيك في الكومنتات.